الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء مع الوالد الجليل سعيد بن سالم بن سيف المعمري في ولاية صحن. هذا اللقاء ضمن سلسلة برنامج ذاكرة الأجداد الذي طفنا به في ربوع عمان مع الآباء والأجداد، وسجلنا فيه العديد من الذكريات، وسنواصل ذلك بإذن الله تعالى. الوالد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم؟ الحمد لله طيبين، نحمد الله. خير وسلام. نحمد الله ولله الحمد على وجود المولى عز وجل، ثم جلالة السلطان الله حفظه الله. الله يحفظه. أيه. نريد نتحدث عن التاريخ أيه. وعن زمن الأجداد. نعم. ونبدأ من زمن جدكم. نعم. وين كان سكن زمن جدكم؟ نعم، كان زمن الوالد سيف. نعم، كان جدنا جد أبونا، ما جدنا. نعم. كان جد أبونا كان في القلعة. في القلعة. القلعة. أين انتقل الجد بعد ذلك؟ انتقل من جدنا من القلعة. نعم. انتقل إلى العكير. نعم. ثم انتقل إلى بلد إسلات، يعني إسلات. نعم. نعم. واستقريتوا فيها؟ اي نعم، الحمد لله. استقريت فيها. بعد والدك عاد هناك ولد؟ والدي هناك موجود. هي مولود في إسلات والدي. نعم. مولود والدي في إسلات. نعم. كان سيف. نعم. منتقل. نعم. عشت فيها الحمد لله هذه البلدة؟ عشت فيها واجد، عشت فيها تقريبا أكثر من 70 سنة. ما شاء الله. اي انتقلنا قريب، انتقلنا. الوالد لما متوفي كم كان عمرك؟ 63. عمرك أنت؟ أنا عمري ما قرب 16 سنة، 15 سنة كذا يعني. سنة كم متوفي الوالد؟ الوالد والله ما أذكر، مسجلين ولكن ما أذكر، تقريبا فوق من توفته أكثر عن 70 سنة تقريبا. ما شاء الله. ما شاء الله. إذا أنت الآن في الثمانين الحمد لله. هو الحمد، أنا 87. 87 عمري. نعم. الله يعطيك الصحة والسلامة. والله أعلم، حسن آخر 88. الله يعطيك الصحة والسلامة. الجميع إن شاء الله. الحمد لله. الجميع. نريدك توصف لنا البلدة هذه، موقعها، هين موقعها لما أريد أروح لها؟ الإسلات. الإسلاتي؟ إيه نعم. موقعها، احنا نسأل عن موقعها. موقعها تقريبا بينها وبين الظاهرة 115 كيلو، وبينها وبين الباطنة 115 كيلو. ما شاء الله. في الحجور. في الوسط. هي في الوسط. نعم. في الوسط. نعم. فالآن والحمد لله طريق الظاهرة والباطنة مستمرات معها. مستمرات. يعني ما شاء الله. وتطالع البلدة تسيرها؟ الحمد لله. نعم. الحمد لله. كانت فيها قصور. ما شاء الله. وكانت فيها غرف كثيرة. نعم. وكان فيها بروج. نعم. وكان فيها حصن. نعم. كان حصن بان انه زمن شماس بن قحطان. شماس بن قحطان. شماس بن قحطان، هي جد الرئيسة. جد الرئيسة اسمه شماس بن قحطان. نعم. نعم. كان حكم في وادي بن عمر ووادي الحواسنة ووادي شافان ووادي الصرمي ووادي الحلتي. ما شاء الله. يعني كل هذه كانت مسحاب واحد. تحت ما شاء الله. هذا زمان قديم. زمان قديم، هذا تقريبا مئات السنين. ما شاء الله. نعم. جد الرئيسة هو اسمه شماس بن قحطان. نعم. حتى كانت الوزارة تسأل عنه، هذا شماس بن قحطان من هين؟ ريسي. نعم. اسمه شماس، وهو بين الحصون. بين الحصون في وادي الحواسنة هو. نعم. وبين الحصون في وادي بن عمر هو. وبين حصن حيبي هو. في أي زمن هذا؟ زمن أي من العلماء؟ والله تقريبا هذا في زمن شيوخ بن علي، زمن جدهم اسمه جناح. جد بن علي اسمه جناح. نعم. وكان رحل من السعودية من هذا موسمها يعني درعا. نعم. رحل من درعا. ما شاء الله. حتى وصل إلى ينكل. نعم. وكان ينكل فيها محطوط قاضي والي حاطينه النباهنة. نعم. فوصل هذا اسمه جناح، وعنده هذا زمن نباهنة. هي زمننا قبل اليعاربة. هي قبل اليعاربة. ما شاء الله. هي ما شاء الله. فوصل بقى في ينكل، وكانوا حاطين والي. نعم. الوالي جبار. نعم. فهذا شماس بن قحطان رسل على جناح، عنده بنت جميلة يسامعون بها. نعم. رسل عليه أما تجيب البنت حلي وأما بشرب القتال. نعم. فشاور أولاده، أخذ رأي أولاده، ما رأيكم؟ قالوا رأينا احنا ما نزوج بنت، جبار هذا. نعم. قال تروموا تقاتلوه؟ قالوا لا. قال أحسن نعطيه. نعم. أخذ بنتهم وأعطوها معلومات
وقالوا لها كذا، هو عنده عادة كان يتحنى كل شهر. فأعطوها معلومات، قالوا لها لما يتحنى أعطينا خبر الوقت اللي هيتحنى فيه. نعم. وأعطينا خبر، ويوم تحنيه عكل نعم إيديه ورجوله. ما شاء الله. فأنا أقصد القصة، هم يشتلوا مع وقت هو يتحنى. نعم. وخبرتهم بنتهم، قالوا لهم ليه يتحمل. فلما خلصت محمد منه دخلوا عليه وقتلوه. حيلة سووا له حيلة. حيلة هي حيلة. قتلوه وعنده 7 أسياف. نعم. سياف عجيبة يعني، خذوه لحد الآن معهم. نعم. لحد الآن معهم. فرجعوا هناك وصار يعني صاروا مسؤولين. لما قتلوه هو صاروا مسؤولين. نعم. صار ارتباك عاد، صار ارتباك وقتال في أنحاء عمان. نعم. نعم. فهذا الوالي جبار اللي حاطينه نباهنا. نعم. جبار. وكانت ناقة مع بن يزيد دخلت طويه وخربت عليه. نعم. وقال يا جماعة العسكر، قال لهم خذوا هذه الناقة وعروها حية. عروها حية. وجوا قالوا نعطيك متى، قال لازم أعريها. حاولوا فيه ما طاع، عرها حية. نعم. فصار يعني خاز جلدها. هي جلدها، شلوا جلدها حية. وهي حية. الله أكبر. هي جبروت هذا. فصار جناح قال لهم انتم أسألكم ليقتل هذا مو تعطوه؟ نعم. قال نعطيه مسؤول عنا، يكون هو شيخ علينا. ما كان شيخ. نعم. جد بن علي ترى هو. نعم. ما كان شيخ، لكن أولاده حد اسمه غصن، وحد اسمه عامر، وحد اسمه هذا اسامي اولاده. نعم. فقتلوا. فلما قتلوا ثوروا النباهنة من نزوة، وجابوا جيش عظيم. نعم. ونزلوا في فوق قدام الحصن ينكل. نعم. جيش عظيم. فقال أعرف من اللي قتل هذا الوالي. فاشتل جناح وشال العصا، بس مثل هذا العصا. قالوا له ولاده، قالوا له قتلوك. قال خلوهم يقتلوني. فجاء يسأل من هذا المسؤول، من المسؤول حتى دالوه، قالوا هذا مسؤول عن ذلك. نعم. فجاء وسلم عليهم وخابروا وجلس قداله. قال له مو يكلفك على هذه الثورة، مو صار عندك؟ قال يقتل والينا. ليش يقتل والينا؟ احنا هذا ما نقبله انفسنا. قالوا زين، ولي علمك من اللي قتله؟ تعفى عنه؟ قالوا نعم. قالوا امان وعهد تعفى عنه اللي يخبرك؟ قالوا نعم. قالوا قول احلف بالله ان اعفى عنه. قال احلف بالله ان اعفى عنه. قالوا انا قاتل انه. الله اكبر. قالوا مو السبب؟ قالوا السبب جبار. يقول له اذا خربت ناقه عليه امر العسكر يعروها حيه، وهذا ما حد يقبله. قال مبراي وانت والي مكانه. الله اكبر. نعم. فرجع جيشهم، رجع كعادته. نعم. فصار بعد ذاك الزمان صار قتال بينهم، صار وحتى اخر هو بقى يسد ما بين قبائل في داخل عمان. ما شاء الله. وقتل يسد ما بين قبائل في الداخليه. نعم. نعم. وقتل هناك قتل هو هذا جناح، لكن خلف اولاد كثيرين. ما شاء الله. وهذا الشيوخ ابن علي الان سلالته هو. سلالته هو. ما شاء الله. هي. زين، الوالد نسألك متى كان نزولك من البلد؟ نزولك منها الى هنا. من البلد هذه هنا؟ اي نعم. سنة 71. سنة 71. اي نعم. 1971. هي 71. هي. بعد ما بدأ حكم صاحب بعد ما بدأ يعني. نعم. يعني هي لأنه هناك كان ماشي مدارس وماشي يعني، وأولادنا ما هانوا علينا يكفلون دراسة. نعم. يعني طريق ماشي ومدارس ماشي وخدمات ماشي. بالطبع بداية النهضة ماشي خدمات بالمناطق. ماشي خدمات شيء فشيء بدأ أبدا. هي تدريجيا صار. الوالد سعيد، تحدثت أنت عن زمن الوالد. نعم. ولا شك أن مولدك في البلدة هناك في سلات كان شيء تعليم للقرآن الكريم. في تعليم. وتعلمت هناك الحمد تعلمت لله. لكن حتى ما ختمت القرآن كامل. ما كان يعلمكم؟ هي نعم، اللي كان يعلمنا. نعم. صار عندنا راح جبار. نعم. واحد جهواري اسمه
خلفان بن راشد بن هاشل يهوري. نعم. يجي هناك يعلم، يعني هم يعلموا في الوادي كله كامل، يعني يعلمهم، يعني كان عندهم معرفة ويعلموا. نعم. لكن ختمته يعني تدريجيا وحده، يعني وحده ختمته. نعم. تحفظ حد من المعلمين الآخرين بعد ما ذهب إلى زنجبار؟ من علم هناك؟ هناك معنا يا أخوه. نعم. سكر بن راشد بن هاشل. سكر بن راشد بن هاشل هي فبقى نعم. يعلمنا بثمن حقير. نعم. بثمن حقير على حسب المكان، على حسب الزمان يعني. نعم. نعم. وتعليمكم متى كان؟ الصباح، المساء، في أي وقت؟ من الصباح نعم. إلى الظهر. إلى الظهر. إلى الظهر. ما شاء الله. ومن العصر إلى المغرب. مرتين. ما شاء الله. هي مرتين. جميل. جميل. وكان في ألواح ما موجودة. نعم. ألواح ما موجودة. نعم. وحبر ما موجود، مداد. كيف تكتبوا إذن؟ ناخذ من الجبال. نعم. ناخذ من الجبال، هذا نسميه كالعهن مثل الأبيض. نعم. ونذوبه بالماء. نعم. وناخذ هذا معناه نسميه من الأودية، نسميه سيب، نبريه. نعم. كقلم. نبريه كقلم. بس اللي مداد قتل من مثل أبيض. عهن. هي مثل العهن. يعني هذا هل هو صخر ولا؟ هي من صخر. هي هذا حجر. هي من الحجر. هي في داخله مادة تذوب. في داخله مادة تذوب، نذوبها بالماء ونحطها في مواعين، وناخذ هذا نسميه سيب، احنا نسميه. نعم. يعني نبريه ونمد منه ونسويه في شرب من النخل. على الكرب النخل. شربة نخل يعني. كرب النخل. هي شربة نخل. ما شاء الله. هي. بساطة في الحياة، بساطة. بسيطة الحمد لله. لكن تعلمتوا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هل يعلموكم أمور الصلاة والوضوء؟ بداية الأمر بدوا بالتعلوم، ده تعلوم جديد حتى. نعم. تو ما يتعلموه. نعم. بدوا من سورة ألف إلى ألف يعني وألف لامفة. نعم. بألف بيبية بوبيوة وبهبيها بألف به، هذا الألف كله. ما شاء الله. تاتا ألف تيتية توتيوة وتحتيها ألف، عشان تفهم كل شيء. نطق الحروف. هي حركاتها. هي. نعم. وبعدين أعطونا هذه سورة أبجد. نعم. نعم. أبجد هو حطي كلمة ما سورة، هي جمع للحروف. الحروف. نعم. هي حروف. هذه حروف. نعم. أظن هذه من أولاد يعقوب حتى هم. نعم. هذه أسامي من أولاد يعقوب. نعم. نعم. هي حروف الأبجدية. هي أبجدية. هي. نعم. هي يعلمونا. نعم. وبعدين علمونا هذا اسم الأشهر، اسم الأيام والأشهر. جميل. هي اسم الأيام والأشهر يعني. نعم. والسنين يعني. درسوكم فقه عن الصلاة وعن الصوم. الصلاة يعني يصلي قدامنا. يدربكم على الصلاة. يصلي قدامنا. نعم. ويعلمنا كيف الصلاة. جميل. وكيف الركوع وكيف السجود. نعم. حتى يساوي ظهرنا هذا. نعم. يعني لأنهم فاهمينهم. هي. جميل. ثم بعد ذلك، بعد ما خلصت الدراسة القرآن كنت هناك. هي. ماذا اتجهت بعد ذلك؟ بعد لما استوى الحكم هذا الجديد. نعم. لا، في البداية لما خلصت 10 سنوات أو 12 سنة. لا، ما وصلنا. ما وصلنا. نعم. حتى سنتين ما وصلنا. لا، عمرك كم خات منا تقريبا؟ أقل عن 15 سنة. أقل من 15. هي. بعد ذلك؟ قرب 16. بعد ذلك ماذا عملت؟ بعد هذا يعني اللي بقينا نعمل في النخيل. في النخيل. مع نبيادير. نعم. ولكن نمشي معهم. معكم. نعم. في المزارع. هي. ونوال ركاب، عندنا ركاب. ما شاء الله. عندنا ركاب. الإبل. هي. نعم. عندنا إبل. يعني أنا عندي واحدة، عندي 3. ما شاء الله. يعني ونواليهن يسرحن ويضون. نعم. يعني نسرحن ويضون وحدهن. نعم. هي. بحسب كلامك انك الوالد متوفي وانت كانك اقل من 20 سنه. اقل من 20. اي اقل من قرب 15. قرب 15. هي. هل انت اكبر اخوانك ولا حد اكبر منك؟ لا، اخوي اكبر مني. اخوك من اسمه اخوك؟ وابن عمي اكبر مني. اخوك من اسمه؟ اخو علي بن سالم. علي بن سالم. وابن عمي. نعم. اسمه سعيد بن محمد بن سيف بن سالم. ما شاء الله. يعيشوا ان شاء الله. لا، اخوي يعيش، اما هذاك توفى. الله. ولد عمك. هي. اما الوالد علي يعيش. يعيش. وين هو الان موجود؟
في السلات. في السلات. اي ما شاء الله. وعنده اولاد الحمد لله هنا واجدين الحمد لله في الرده. الله يحفظه ويبارك في اولادكم جميعا. جميعا ان شاء الله. يعطيكم الصحه والسلامه. إيه. زين، هل اتجهت لعمل خارج البلد بعد ذلك ام بقيت في البلد؟ بقيت اخرج الى الكويت والسعوديه. نعم. والبحرين. سافرت. هي. واشتغلت هناك؟ ما اشتغلت. ما اشتغلت. بس اخرج ناس نعرفهم هناك ونصير نسلم عليهم. نعم. ونتشرح. ذاك الزمان ساير وكان اخو مهنا حمد مهنا. نعم. الشيخ حمد مهنا بن محسن العبري. اي نعم. نعم. وصرت عنده واعطاني رساله عشان يعطوني شرحه. ما شاء الله. هو اعطاني رساله يعني. هي. وتسهيل امورك للدخول للسعوديه والكويت. اي نعم. اوصف لنا رحلتكم، كيف كان حركتكم من هنا؟ والله الرحله تراها كان اي طائره رحتوا؟ اي طائره؟ ماشيه طائره سفينه. سفن. وين طائره؟ سفينه بعد قديمه. كيف تحركتوا من البلاد؟ مسافه بعيده. نتحرك مشي ما على ركاب؟ ابدا. انا مشيت من السلات الى الباطنه، من الباطنه ركبنا في هذا يسموه بيت فرت كبير. نعم. يعني اما عاد رجوعنا من دبي. نعم. نمشي من دبي الى بدل السلات. من دبي؟ الاقلام من دبي انا مشيت مرتين. من دبي الى بدل السلات مرتين مشيت. كم ليله خذيته؟ كم ليله؟ 12 يوم. تمشي من دبي؟ نعم من دبي 12 يوم. 12 يوم. هي. هذا رقم قياسي. هي. في الستينات ربما هذا. هي قبل الستينات. قبل الستينات. هي 55. في 55 هي. ايام حرب الجبل ربما. هي نعم. نعم. يوم حرب الجبل انا معهم موجود. نعم. ما شاركت فيها؟ شاركت فيها؟ شاركت نعم. شاركتكم؟ بقينا تقريبا في نزوه ونطلع الجبل ونرجع، بقينا في نزوه بحراسه في القلعه. نعم. بقينا تقريبا شهر كامل. شهر كامل. يعني تحرس القلعه كجنود من السلطان؟ اي نعم. من السلطان سعيد. احنا نحرسها ما جنود. اي نعم انتم. احنا نحرسها. هي. من مسؤول عليكم كان؟ كان مسؤول شيخنا قصم بن سالم. نعم. جدهم هذيلا. نعم. توفى الله يرحمه. نعم. المعمري. اي نعم. وكان زمن محمود بن حمد المعمري. نعم. وبقيت في القلعه شهر؟ شهر زياده حتى عن شهر. وبعد ذلك طلعنا نزوه جاء الامر انكم بني عمر والحواس نطلعوا من جانب تنوف، ما من جانب تنوف. نعم. لا هي من جانب تنوف. الى هين طلعوا؟ من جانب تنوف طلعوا بني عمر والحواسنا الى الجبل. الجبل الاخضر. هي. وحد من القبائل طلعوا من جانب البركه. نعم. واظن العبريين من جانب العوابي ما ادري من هين طلعوا العبريين. نعم. هي. بني خروف. وبني غافر هي طلعوا من ما ادري من هين طلعوا بني غافر. نعم. وكان عندهم فلسطين في قمه الجبل. نعم. والله ما شيء. شالين رمى على الجيش على حمير. تكرم. شالين على حمير صناديق رمي. نعم. ووزعوه. نعم. وزعوه ما في فائده. ثوار بينه وبينهم مسافه ما 300 متر، ما هي 300. نعم. اقل من 300 متر. هم ينتظرونا هناك مكان ظهره، نوصل ظهره فيلفوا علينا. لكن جاء الامر انكسروا بني غافر. نعم. بني غافر اول طلقه جات في ثمر رشاش معهم. معهم رشاش. اول طلقه جات ثمر رشاش. نعم. وسكرته. وثاني طلقه جات فوق الشيخ. شيخ بني غافر. نعم. فانقتل الشيخ. رجعوا بني غافر. جاء الامر من الطائره اعطونا خبر انكم يا بني عمر والحواس رجعوا. ما شاء الله. ما تواصل الصعود. رجعوا. نعم. اما ما شي بيننا وبينهم متقابلين. ما شاء الله. احنا ننتظرهم هم يجوا وهم ينتظرونا احنا نجي. نعم. فرجعنا بتكتيك يعني من امر من محمود بن حمد. نعم. قال حد يبقى اهل الجبل وقفوا هنا يعني يخالفونا. نعم. وانتم مضروبين واحنا هنتقدم. تقدموا هم بقينا احنا فوق حتى هم وصلوا الجانب الثاني تبعناهم احنا. نعم. فبقينا 5 ايام في الجبل. 5 ايام. في اي بلاد؟ في هذا موسمها سيق ولا المناخر ولا العين؟ لا سيق. في سيق. هي. نعم. هي.
بقية احنا وصلنا قمة الجبل. قمة الجبل. هي. واستلمتوا الجبل. فوق، هي من فوق استلمناه. نعم. لكن بقى بينه وبينهم مقابلة. ولكن الحمد لله بعد ذلك الحمد لله ما صار شيء. ما صار شيء. تم استلام الجبل. ولا حد صار عليه شيء. نعم. إلا هذا الشيخ من بني غافر. نعم. ليقتل. نعم. مرحلة الحمد لله مرحلة وانتهت. هي انتهت الحمد لله. والحمد لله أعمال بلاد وحدة. الحمد لله. الحمد لله. صارت في أمان. في أمان. زين، نسألك الوالد عن أيضا ظروف الحياة. الوالد سعيد، احنا نتحدث عن وادي بني عمر. نعم. نريد وصف للقرى الأخرى اللي في وادي بني عمر. يعني أنت ذكرت سلات. لكن وصفنا الأماكن الأخرى من القرى. وانت سائر الظاهرة. نعم. وانت رايح الظاهرة. نعم. في حيول اسماء بسيطة، في حيول يعني. نعم. حيول موجودة يعني. نعم. يعني لكن في بلد اسمها بيح. وبلد اسمها الرحبة. نعم. الرحبة عليها عوالق كثيرة، يعني عوالق كثيرة، حيول كثيرة عليها. نعم. كبيرة. نعم. لكن لما واحد حي اسمه حي النخل. نعم. وحي اسمه حي النخل، واسمه حيول كثيرة. لكن بلد اسمها حارة، كانت بني عمر من قديم الزمان. نعم. وصاروا منها الآن في الشرقية بني عمر. نعم. كانوا أصل بني عمر اللي في الشرقية. نعم. كانوا في حارة. بلد هذه فيها بيوت كثيرة. نعم. يعني قريب فوق العقبة. نعم. هناك عقبة يسموها عقبة النجد حارة يسموه. نعم. هي هناك كان ساكنين. وبلادين أخرى؟ بلادين بعد ما تعداها. نعم. حيول، لكن هتجيك كنات. وبعد كنات الهيال. نعم. وبعد هيال دريز، وبعد هيال العراقي. نعم. بعد دريز العراقي. وبعد والعينين والعراقي. نعم. وانت رايح عراك العبريين وعراك البدوش. نعم. وبعدين عبري. ما شاء الله. وبعدين السليف. ما شاء الله. حافظينها الحمد لله. هي. الحمد لله. الحياة في هذه الفترة الصعوبة كان سوقنا العبري. لا، الصعوبة في وادي بني عمار، صعوبة الحياة في البلد. وصف لنا الحياة ذيك الأيام كيف. والله هي الحياة فيها صعوبة، لكنها في راحة نفس. نعم. القلوب طيبة ما بين الناس. القلوب طيبة. الحمد لله. ما بالألسن، بالقلوب، يتحابوا بالقلوب يعني. الحمد لله. لو واحد ضاع عليه أي بسيط هيزيلوا لو ريال. نعم. لو نصف ريال يزيلوا له يعني. نعم. في محبة بالقلوب، ما محبة بالألسن. تكاتف في المجتمع. تكاتف. نعم. يعني حتى لو واحد ماتت عليه ناقة لازم يجيلوا له فلوس. ما شاء الله. يعني هذا تعاون طيب. لكن لو جينا وقت الأمراض، الله يسلم الجميع، كيف كان العلاج في هذه الفترة؟ ماشي علاج. علاج اللهم قالوا جيبوا المطوع فلان يقرأ عليه ويكتب له. نعم. أما علاج ما شيء. سبحان الله. الأدوية مثل ماشي أدوية محلية، مثل أشجار. ذكرنا بعضها. أشجار. قال الحمى القديمة جيبوا لها هذا ورق اللومي. نعم. الغلال. ورق اللومي الغلال دقوه حلو وعصروه وأعطوه إياها إذا كان حمى شديدة عنده. والحمد لله يبرأ. ما شاء الله. ويجيبوا لهم هذا نسميه صنان تيس. نعم. يعني ريحة كرهة فيه، لكنه يوكلوه ويصحوا. هذا نبتة. هي ينبت. هي نبتة في الأرض. نعم. هذا العلاج يعني. نعم. وحاجات بسيطة يعني. والوسم الكي الوسم موجود. لا، موجود. أنا وحدة مسلم. بدك وحدة مسلم. هي هذا الجيل مسلم. ما شاء الله. وهذا الجيل مسلم فيهن. نعم. نعم. آخر العلاج الكي. آخر شيء. هي آخر الكي. هي الله السلام. آخر الكي. الله لا يحوجنا. آمين. الحمد لله رب العالمين. الأمور اليوم الحمد لله اتطورت. الحمد لله. وفي أحسن مستوى والحمد لله رب العالمين. نعمة. والتزود بالأغذية، منطقة بعيدة. الأغذية. وين تتسوقوا؟ الأغذية زراعة معنا وحدنا. هي الزراعة. وحدنا. نعم. البر نزرعه. نعم. هذا أنواع الأشياء كلها نزرعها هذه. نعم. عن النخيل معنا، الأنبة معنا. نعم. اللوم معنا. نعم. كل الأشجار معنا. الرمان معنا.
هذا رمان رمان معنا. هذا يسموه تو عن هنقول عن الدنجو، نزرعه وحدنا. ما شاء الله، جميل. نزرعه وحدنا. جميل. جميل. نفهم من هذا ان البلد فيها فلج. موجود فلج، شيء فلج. فلج، نعم، فلج ما فلج، فلج. اذكر لنا اسماء الفلاج. اسمه فلج واحد اسمه فلج البلاد، هو اكبر فلج هي. ولي بعده اسمه السدري. نعم. ولي بعده اسمه المنزفه. منزفه. ولي من بعده اسمه التين، حلنا خاص ما حد شاركنا فيه، احنا نعم. احنا ما حد شاركنا فيه. انت اولاد عمكم؟ هي وحدنا هي. نعم. لا انا واخوي بس. ما اولاد عمنا، وانا واخوي. الى الان؟ الى الان. الى الان ما حد شاركنا، محل زين. نعم. ولي من بعده بلد اسمها صحيله كبيره. نعم. كبيره تقريبا فيها عن 2000 نخله. ما شاء الله. تابعه سلات. تابعه لسلات. ما شاء الله. اي وحلنا فيها كان نص. نعم. نص كان احنا اللي اشترينا من هناك ما حصلنا حد يكفينا. نعم. وبعناه. بعتوه. اي بعناه. نعم. اما ما يحصل بيع وشراته. بعته هناك وعمرته هنا. هي عمرنا هنا يعني. الحمد لله. هي الحمد لله رب العالمين. لي من بعده اسمه معقد خباري. نعم. ولي من بعده اسمه معقد رجل. ولي من بعده اسمه معقد الحاجر. هذه فيها. هذه يحتاج نزور هذه الاماكن. هي يحتاج نزورها. هي كبيره، مكان كبيره، هي موجوده، هي موجوده. تقول معكم فلج خاص. فلج. هي هذا الفلج هل خادميننا ولا عين؟ لا من الوادي. من الوادي. من الوادي. غيل. غيل من الوادي. فلج غيلي. اي نعم غيلي. لكن كان في صعوبه خدمته. نعم. في صعوبه خدمته لانه في جبال. نعم. ومن بعد في النهايه اول كان الاهل تعبانين كثير. نعم. ولكن احنا الحمد لله توفرت الامور، جونا عوامر واجرناهم يقصوا جبال. ما شاء الله. يقصوا جبال الفلج. نعم. يعني تقريبا يعني 5 فلاج قصوهن العوامر. ما شاء الله. قصوهن يعني ورتبوهن، لا بغن سميت ولا بغن شيء. نعم. وقصوهن في الجبال يعني. هذا في زمنكم عاش. في زمننا احنا قبل هذا الوقت. نعم. هي لكن في عهدك. هي نعم. العوامر مشهورين هذه بشق الافلاج. هي نعم مشهورين، هي في خدمة الافلاج. هي. نعم. هي. زين، اقدم فلج من هذه الافلاج اقدمهن. اقدم فلج البلاد وفلج صحيده. وهن الاكبر؟ هذه الاكبر. زمن من هذه هذه ما في زمن ما زمن جدودنا قبلهم. نعم. هذه تقريبا اكثر عن 200 عام. نعم. احنا من جو اهلنا اكثر عن 200 عام من جو انتقلوا اليها اكثر. هي لكن هم جو الكوه هذا معمر كله. ما شاء الله. معمر. نعم. هي وكان فيها حصن. نعم. خبرتك حصن شماس اسمه. حصن شماس. هي شيء غير حصن هذا. هي حصن كان في الحاره. نعم. معنا. نعم. والحصن هذا حتى تولفوا ابن عمار كلهم، وتقدير لاهلنا اعطوه اهلنا. هي وتو مسؤوليتكم. هي هذا الحصن. هي سووا اهلنا بيوت مكان فيه. يعني تهدم هو. قسموها بيوت. تهدم المكان الحصن. والان مكانه بيوتكم. بيوت مكانه. نعم. هي اما بروج لحد الان 3 بروج موجوده، لكن من كشات تابعات لنا الحصن. هي ما شاء الله. هي المحافظه عليها. طيب. هي المحافظه عليها شيء طيب. هي لكن مثل كشات هم وعدونا يسووا لها تقييم لكن ما صار شيء. الوزاره. هي نعم. زين، نسال عن السبله. شيء سبله كنت تتعهد فيها بالفلوس؟ نعم. شيء سبله يسموها سبله الجماعه. سبله الجماعه. هي نعم. نعم. سبله جماعه وكانوا فيها يجتمعوا. نعم. ولكن بعد متى جلوسكم فيها كنت؟ متى الساعه كم تجلسوا فيها؟ نجلس فيها من الصبح لين قدام الظهر. نعم. والعصر القهوه يجيبوا قهوه فيها. نعم. العصر. نعم. وفي الليل يرمسوا فيها. ما شاء الله. وقدامها مكان. نعم. العاب وما العاب عن الاولاد عن الاطفال. مراح. هي. والسبله هذه عمرت جديده ولا؟ لا صغيره. ما رمى. ما كبير. ما رمى. انتهت الان. انتهت. لكن الان يعني البلاد ما فيها سبله هنا؟ فيها تو مسوين فيها سبله جديده. فيها الان مسجد جامع. لا السبله شيء سبله؟ لا. الوالد سعيد ذكرت بعض المزروعات. وبعض الثمار من الرمان. والنخيل. ما هي المزروعات الاخرى اللي موجوده في البلد؟ احنا تراها فلاج، وتعرف الفلاج سقيه. ما مثل باقي الفلاج الظاهره وهذا. نعم. سقي بسيط يعني هده بسيطه يعني. نعم. الفلاج صغير. نعم. يعني يزرعوا عدس، ويزرعوا هذا التوريان،
ويزرعوا الجلجلان، ويزرعوا عن الماش، ويزرعوا كل هذه الزراعة كلها نزرعها. ما شاء الله. هي الماش هذا اللي هو هي ايش هو الماش؟ هي هذا الأخضر، حب أخضر فيه. حب أخضر فيه. نعم. حب أخضر. حب أخضر. هي نعم. باكل. هي. نعم. هي. زين، الآن لما كنت في البلد كيف كان أيام أعيادكم تقضيوها؟ العيد نجتمع كلنا مع بعض. نعم، كلكم. العيد نجتمع مع بعض، وعندنا تنور واحد. نتنر فيه مع بعض. نعم. فأول يوم يكون أول يوم بعد الصلاة يعملوا عصيدة. نعم. تعرف عني؟ هي العصيدة معروفة. هي معروفة عصيدة. نعم. ونجتمع فيها على عصيدة. ما شاء الله. يوم الثاني ذبايح. نعم. ما تذبحوا أول يوم؟ هي. أول يوم ما تذبحوا؟ ما نذبح. ثاني يوم ذبايح. نعم. ونجتمع مع بعض في الوادي. نعم. نجتمع في الوادي. وادي اسمه وادي؟ وادي حلو، مسيلة وأشياء. ما اسم الوادي؟ ماي. اسمه وادينا. وادي بن عمر. هي وادي بن عمر. نفس ما هي. لكن هناك بيذام. هي كانت بيذامة كبيرة ونقيس تحتها. ما شاء الله. وزامة. والصلاة هي نصلي في الوادي. أما الآن سوينا مصلى فوق. نعم. فوق سوينا مصلى، أما كان سابقا نصلي في الوادي. نعم. هي وحدة أصلي بهم أنا كانت ثاني. أنت قبل تصلي بهم؟ هي نعم. والآن يصلوا وحدهم عاد. هي في مرحلة يصلي فيهم. إذا أنت كنت تصلي بهم العيد؟ هي نعم، أصلي بهم العيد وأصلي بهم التراويح وأصلي بهم الجماعة. ما شاء الله. في مسجد البلاد. هي نعم. له اسم المسجد؟ فيها مساجد 2. نعم. فيها مساجد 4 هي. ما شاء الله. مسجد هذا في حارة يسموها حارة قديمة. نعم. لكن ضاع. نعم. ومسجد يسموه في المنزفة. نعم. بعد ضاع وبنيته أنا من عندي وحدي بنيته. ومسجد في الحارة أوليها يعني. نعم. هي ونصلي فيه يعني. نعم. وثالث يوم مشاكيك. نعم. نعمل مشاكيك نجتمع عليه. ورابع يوم التنور. تفتحوا التنور. هي التنور. كم يوم يبقى في 4 أيام. التنور يوم نتنره يوم ثاني. يوم الذبائح. هي يوم الذبائح. نعم. اليوم الثاني وثالث ورابع نطلعوا. جميل. هي. إذا على نفس الظاهرة. هي نفس الظاهرة. نفس الظاهرة. رابع يوم. هي. ما شاء الله. احنا الداخلية ثالث يوم. هي. أما من نزلنا هنا سوى الذبائح من أول يوم. من أول يوم. هي. ما شاء الله. هي. زين، أمر طيب. بالنسبة لصلاة الجمعة، متى بدأت تصلي الجمعة هنا؟ بدأت صلاة الجمعة في السبعينات. في السبعينات. صليت بهم؟ لا، صليتهم أنا هنا، صليتهم نعم. هي لكن أول صلاة قالوا لنا ما تجوز الصلاة إلا بالصحار. ونشتغل من هنا احنا والشيخ مرهوب بن سالم. نعم. نشتغل منها أصحار. تروح تصلي أصحار؟ ما شاء الله. فترة كم مرة نصلي في أصحار. ما شاء الله. حرص منكم، حرص على الدين. فلما بدأ الحكم الجديد الأمر الحمد لله. نعم. وأمره إنه كل مكان يصلوا فيها جمعة. نعم. في هذا المسجد صلينا. ما شاء الله. أصلي بهم بقيت كم سنة. نعم. أنا أصلي بهم. ما شاء الله. بعدين الشيخ علي بن مايد سوى المسجد هذا جامع كبير. نعم. وقال انتقلوا هناك وانتقلنا هناك. ما شاء الله. ما شاء الله. شيء طيب، شيء طيب. الوالد سعيد، الآن لو حبينا نتجه إلى البلاد، إلى الإسلات، طريق مرصوف. لكن احنا ما نعرف بداية هذا الطريق. كيف بدايته؟ لأن قبل تقول لك أنت تمشي، تخبرنا عن فكرة شق الطريق. بداية الطريق قبل بدايته بتمهيد. تمهيدي. نعم. فابتدى تمهيدي، فبقى 3 سنين تمهيدي، خدمة شيولات ومعدات قوية. نعم. 3 سنين. نعم. 3 سنين ومن بعد تمهيدي ما في يعني شيء. نعم. فبعد الفترة هذه استوى يطلع سيارات لي قوية، لأنه نجد كبير. نعم. ما شاء الله. فبعد الفترة هذيك قامت الحكومة وقالوا مهلوا الطريق. نعم. رصفوها بمساعي منكم؟ مساعي مطالبات؟ نعم، مطالبات، والشيخ علي تدخل في الأمور. نعم. وكانت الحكومة مسعى هالمواطن. نعم. ويستحقوا المواطنين هناك. فجابوا معدات ورصف الطريق بطين
بطين ورصوها من أولها لآخرها. ما شاء الله. فبقت كأنها كار. نعم. لكن ما طال. مدكنة. إيه لكن ما طال. نعم. 2 3 وكان نعم. صار تقلب عليه الزمن. نعم. وصار عن ضاع. نعم. هذا شقها الترابي أو التمهيدي في بداية ال70. في بداية ال70. سنة كم ما تحفظه؟ سنة كم؟ 71. 71. ومتى بدأ العمل فيها كقار؟ مشان القار؟ إيه؟ مشان القار بدأ من 10 سنين تقريبا. من 10 سنين. نعم. بدأ من 10 سنين يعني. استمر فترة طويلة بالترابي. والله استمر لأنه المكان صعب. نعم. المكان صعب وأودية. نعم. أودية ما وادي ووادي وثلاثة. أودية كثيرة. نعم. فبقى صعب شوي يعني. ما شاء الله. وسووه وجا الوالي وشله. نعم. وعادوه ثاني مرة. القار شله. القار ليته موجود. عادوه ثاني مرة وجاء الوالي وشله. فالآن عم سووا له عملية زينة. جسور. وخازوه بعض المكان اللي صعب خازوه. نعم. يعني جسور سووا له. اي ماشي جسور. لكن في الوادي سووا سميت. نعم. والسميت ما يشيل الوادي. نعم. جميل. الحديث عن منجزات النهضة. هي الشوارع وصلت والكهرباء وصلت. الحمد لله. متى واصل الكهرباء هناك؟ في الثلاثي؟ اي نعم. والله وصلت تقريبا في الثمانينات. اي نعم في الثمانينات. حتى نعم. والهاتف الآن متوفر. الهاتف تلفون متوفر. نعم متوفر الحمد لله. اي نعم. ومدارس شيء مدرسة هناك؟ مدرسة ماشي مدرسة في الليهبان ومدرسة في الرحبة. بعيدات هذه تبعد 15 20 كيلو هذا 20 كيلو. ما شاء الله. هي مسافة. أنت سألت من كم عدد الأهالي تقريبا؟ الأهالي في البلد ما واجدين لكن البلد عليها لواحق فرقان. نعم. أغنام ومواشي. نعم. عندهم يعني واجدين يظل أكثر عن 40 50. نعم. الأطفال أكثر عن واجدين. نعم. عسى في المستقبل يتيسر لا واجدين الحمد لله. مدرسة في المستقبل إن شاء الله تعالى. هو كان نتحدث عن أسفارك الوالد سعيد. نعم. نسألك عن أسفارك إلى خارج عمان. نعم. أنت ذكرت أنك ذهبت في جولة إلى السعودية وإلى الكويت. نعم. هذه الفترة سافرت مكان آخر؟ ما سافرت إلا قريب بس إلى مشان علاجات وكذا. هين عالجت. الوالد سعيد لما رحتوا في البحر من دبي. من دبي رايحين بحر. سالين الكويت. هين نصيته قبل. خبرنا هين نصيته. هذه قصة عجيبة هذه قصة عجيبة نعم. ركبنا فلنج خربانة. نعم. ولا عنده خبرها احنا. نعم. واحنا بنعمر 15. نعم. ومعنا عوامر ومعنا من داخلية واجدين. نعم. وركبنا في هذا اللنج وعندنا في البحر في نص البحر. قال هذا اللنج خربانة مو سوى كنا خبرنا تو تخبرنا. قال هي مو نسوي كنا نحاول. نعم. المهم انه شل اللنج هذه شلها الريح. نعم. صوب ايران. الى ايران. احنا في الكويت. نعم. وما علمنا غير ابو شهر. نعم. وكان هناك مكان قريب من البلد. نعم. مكان يسموه وحلهم. اذا جت السفينه داخله ما تبين. سبحان الله. تنزل. نعم. ربك كريم. وكابانا أجانب الأعمار طويلة تراها. نعم. وكابانا أجانب ونفتت السفينة كامل. الله أكبر. لوح تعافدنا في البحر أنا صغير وجاني البحر لهنا وعند الربع وقاموا يزخون بيدي يعني أنا غرق يعني. نعم. ومشينا لين جينا في هذه البلد يعني. أبو شهر. مشينا هي نمشي. نعم. لكن فيهم كرم وجودة. ما شاء الله. أي شيء تسألهم عنه ما يقولوش لا. ما شاء الله. نعم. وكانوا يزرعوا لقيناهم يهيسوا. نعم. يهيسوا ويبذروا ويسيروا عنه. نعم. سألناهم ليش؟ قالوا بعد 10 أيام هينزل المطر. سبحان الله. بعد 10 أيام هينزل المطر. نعم. كيف عندكم خبر؟ قال بعد 10 أيام. عارفين. المواسم عارفين. فيه هيك 10 أيام نزل المطر. سبحان الله. نزل المطر. عاد تحجرنا هناك مدينة
والله ما أذكرها موسمها. وتحجرنا وكان فيها واحد والي، هم حاطين يسموه والي. نعم. واحتضنا، دعانا أعطانا مكان واحتضنا. ما أكل، ما عنده شيء، قال دبره ما شوف الأكل. نعم. بس سكن عنده. أي سكن عنده. نعم. وأعطانا فراش وأعطانا يعني سكننا عنده. زين. سكننا عنده 22 يوم. ما شاء الله. 22. وقال أنا ما أدري حيلة، لكن إذا جاء السفينة أعمان علي أجبرهم يشدوكم. ما شاء الله. هي فالقدرة الإلهية، واحد من صور عنده يعني لنج قوية. نعم. وعنده ماشوة صغيرة وشلها الطوف شلها عنه. نعم. وجاي يذر هناك معنا في المدينة هذه. نعم. ايش الماشوة؟ هي ماشوة. نعم. شلها على البحر عنه. مو هي الماشوة؟ ماشوة هذه يركبوا فيها لين السفينة. نعم، مثل القارب. هي قارب. نعم. هي. نعم. فجانا قال بشروا جواح عماني وتركبوا معه. ما شاء الله. قلنا زين الحمد لله. اشترينا من هناك، ما عندك، شرينا قل التمر. نعم. قل التمر وسمك. نعم. وركبنا، قال مو هتعطونا كلها لبوتي به، انا اعطيك. قال عليكم على الذي يعطيني هنا 20 والذي يعطيني في دبي 30. ما شاء الله. كل هذا خير، انا اعطيك في دبي يعني. مو العملة؟ العملة كانت ربية هندية. هندية. هي هندية. نعم. حد اعطاه هناك واحنا 14 كلنا نعطيك في دبي. نعم. رحنا اشتلينا، وفي الطريق صار عليه هذا اللي يكون السفينة. نعم. مصروا حاطين كذا على طوله، والشغل ترى بهندل. نعم. يطلع شغل السفينة بهندل، ومصروا صرصته هي السفينة. لا إله. خنقته منه ومات، قتلته ومات. صاحب السفينة. صاحب السفينة. ما شاء الله. رحلة فيها مشقة. هي مشقة كبيرة يعني. ومن هناك مرة رحتوا إلى؟ عندنا رحنا مع قافلة. ما نحيد. بر ورمل. نعم. الرمل لأنه هيجينا. ما شاء الله. رمل، ونسرب طول الليل. مو الوازي، مو كان الداعي تروحوا يعني مشقة. ما انكم رايحين في عمل؟ لا، رايحين باين نشتغل احنا. على اساس باين تشتغل. باين نشتغل، قال في الكيس شغل زين يعني. وما حصلتوا شغل؟ ما وصلنا. ما وصلتوا. ما وصلنا الكويت. سبحان الله. ردينا. زين، احنا الان سألك ايضا عن شيء، عندك شيء من الكتب القديمة من زمن القديم، مخطوطات؟ عندي. عندك كتب قديمة؟ هي. نعم. عندي. تحفظ شيء من عناوينها؟ لا، عندي اقدر اجيبها يعني. تقدر تجيبها؟ هي اقدر اجيبها. هي جميل. هي عسى ناخذ لها صورة ان شاء الله تعالى. زين. سلمت نسخة منها لهيئة الوثائق؟ هيئة الوثائق خذوا نسخة منها الوزارة؟ ما خذوا نسخة. نعم. ما خذوا. لعل زين ياخذوا نسخة ويرجعوا لك الأصل. ما مشكلة، أنا باغي انها تبقى عندي، ما باغي. نعم. ما باغي تبقى الأصل معك. لكن الوزارة تأخذ نسخة. إذا صار تنسيق بين الأولاد وبين الهيئة. ما عندي مانع. إن شاء الله تعالى. عندي عن الربية وعن نعم. عن صرف دبي وقطر، عندي كله من هذا. ما شاء الله. والربية الهندية عندي موجود وعندي. نعم. إذا معك مخزون تراثي جميل. مخزون تراث. عندي خطبة من زمن عمرها 230 سنة، 240 سنة. خطبة العيد. أي خطبة العيد. من كاتبنها؟ كاتبنها واحد مكتومي، كاتبنها كان جدنا، ما جدنا، جد أبوي. نعم. كان خاله. كتبها لواليه خاله سالم بن سيف العضري. ما شاء الله. هي موجودة لحد الآن. نعم. كتب أخرى عندك؟ كتب أخرى؟ مو من العناوين الأخرى غير الخطبة؟ هي موجودة الخطبة عندنا. غيرها هنا نقرأ بس عن الخطب اللي يجينا من الوزارة. نعم. زين، حسب معرفتي أن عنده حفظ شيء من أشعار الإمام نور الدين السالمي. تقرأ لنا شيء من بعض الكلام. بعض الكلام. الأبيات اللي في المشورة اللي قريت لنا إياها في المشورة. بعض الكلام يعني، بعض الكلام. تفضل. يقول هناك هو العلماء استخرجوا ما استخرجوا من الدليل وعليه عرجوا. فهم رجال وسواهم رجل، والدين ممن كان حتما يقبل. يعني جايب هناك عن ال عن ال عن ال عن عن ال عن المشورة وعن الأشياء يعني. يقول هناك
يقول ثلاثة صلاتهم مردودة، نعم. إمام قوم كره وجوده، وعبد قوم عنه قد هرب، وامرأة حليلها قد غضب. ما شاء الله. وفي المشورة المشورة يقول إن أردت من فتاة مشاورة انظر إليه قبل أن تشاوره. وإن أردت من فتى مشاورة انظر إليه نعم. قبل أن تشاوره. شوف هل هو يحبك يريدك ما يريدك يعني. نعم. نعم. انظر إليه قبل أن تشاوره. نعم. فإن ترى فيه وداد خالصة ثم وكفور العقل فيه شاخصة. نعم. يعني هذا شاوره ولا تردد يعني. ما شاء الله. جميل جميل جميل. هناك يقول أربعة تنبت للجفاء في القلب مثل الزرع من الماء. نعم. سكن البوادي واطباع الصيد واستماع اللهو والتغريد. ثانيات ما أقول بقى. نعم. نعم. زين. وغيرها من أبيات. هناك يقول لا العلم ألهام من الحميدي في مذهب الشيخ أبا سعيد. نعم. وعنده التعلوم كالنبات. نعم. في الزرع مثل الماء عند الماء. عنده التعلوم مثل الماء. نعم. ما حفظتها. على ذكر الشيخ أبي سعيد. في مذهب الشيخ أبي سعيد. أبي سعيد هذا الشيخ أبي سعيد الكدمي من الحمراء. من الحمراء. من الحمراء. أعرف عنه. هذا خلينا نسألك عن مطالعتك الحمراء. كيف التواصل قبل كان مع الحمراء؟ التواصل الشيخ إبراهيم والمشايخ. التواصل بيننا وبينها الحمراء كان. نعم. تراهم أهل الحمراء كانوا في عبري. نعم. عدد منهم في عبري. نعم. زين. يعني من خلال أيضا تواصلك مع عبري قلت كنت تواصل مع جدنا محمد بن سالم. نعم. من الذكريات. معنا مال هناك في العراقي. أي لكم مال؟ لحد الآن. لحد الآن موجود مالكم لحد الآن موجود. نعم. ولما نسير عنده يعني. نعم. لازم نسير قبل نسلم عليه هو وبعدين نرجع في ضاحيتنا. نعم. فيها بيت فيها مكان ضاحيتنا. ما شاء الله. كانت زمن سليمان بن سعيد الزراعي. نعم. ضاحية كبيرة. ومعتمرة إلى الآن؟ لا والله ماشي معي. سبحان الله. ماشي معي. الحال واحد. حتى أموالنا اللي هناك ماشي معي والحمد لله. لكن الحمد لله. الحمد لله. كنت تبقى ذكر وأثر من زمن. لما صلنا نبيعها. حاولوا فينا ما صلنا نبيعها. تبقى مكانها. ما شاء الله. الوالد سعيد وأنت جاي من الإسلات. الباطنة. نعم. ما هي البلادين اللي تمر عليها؟ هي منطقتين. نعم. طرق هنتين. طرق واحد الوادي سيده. نعم. طرق واحد الوادي عن النجد. يسموه النجد. الآن اللي صلحوه. نعم. الطريق اللي تجي الوادي من تعدى الإسلات جاتك بلد اسمها المسن. وبعد المسن جاتك الغيز. نعم. وبعد الغيز جاتك اسم مكان يسموه حورة. نعم. وبعد حورة جاك مكان اسمه شسب. نعم. وبعد شسب جاتك الفرفار. ما شاء الله. وبعد الفرفار الليهبان. ما شاء وبعد الليهبان دقال. نعم. وبعد دقال جات الهجار يعني. ما شاء الله. هذه. نعم. نسأل المولى عز وجل إن دوام ماشي دوام لكن إن يطول في عمره. آمين. إن يمدد في عمره. آمين. هذا الإنسان. آمين. لأنه ريح عمان وشعبها. الحمد لله. ريح عمان وشعبها من جميع المشاكل. نعم. والله أعطاه الحكمة. الحمد لله. وربنا عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحمد لله. ربنا عز وجل أعطاه الحكمة وما يعرف أحد ما أعطاه أحد غيره في زمان هذا. نعم. أنتم استمعتوا إلى خطابات صاحب الجلالة في الجولات. نعم. حضرت شيء من الجولات؟ حضرت جولات. نعم. في أي لقاءات؟ صورة حتى صورتي موجودة. في صحار. ما شاء الله. في صحار. في صحار. سلمت عليه وخبرته. نعم. وصورتي طلع مع بعض صورته. نعم. طلع مع بعض. سنة كم هذه تقريبا تحفظها؟ يوم كان جولة صحار. جولة صحار. تقريبا أكثر عن 10 سنين. ما شاء الله. أكثر عن 10 سنين. نعم. كان موجودة. هذه الصورتين موجودة واحنا وياه. نعم. وفي محافظات عمان كلها. ايوه. السلطان زار كل مناطق عمان. لا زارها والحمد لله. وخصص أماكن سيوح للقاء الأهالي. قضى عمره وحياته. نعم. وتعب. نعم. وهلاك ترى ما بسيط. الجولات ما بسيطة دي. صحيح. لكن هو عنده صبر. الحمد لله. هو أعطاه الصبر. الله أعطاه الصبر. الحمد لله. اشتغلت في شيء من أعمال الحكومة؟
ما اشتغلت. ما اشتغلت. ما اشتغلت، اشتغلت في الإمارات. اشتغلت في الإمارات. في الإمارات. قبل النهضة؟ قبل السبعين؟ قبل النهضة في السبعين اشتغلت. سنة 70. لكن قبل النهضة ما شهر. اها. هي يعني قصيرة، شهر. هي مدة قصيرة، لكن أنا شهر ورجعت. ما رجعت. يعني اشتغلت 15 سنة؟ 24 اشتغلت معهم. ما شاء الله. ما سألناك عن عملك. ما سألناك عن فترة وجودك هناك. مدفعي. يعني متى ساير تشتغل؟ سنة كم؟ سنة 70. سنة 70. اي سنة 70 بديت تشتغل في الإمارات. اي نعم. في المدفعية. اي في المدفعية. واستمريت؟ استمريت يعني مدفعي. نعم. يعني كم سنة؟ والله واجد. نعم. تقريبا 24 سنة. 24 سنة. اي 24 سنة. إلى عام تقريبا 94. هي 94. ما شاء الله. هي وحاولت تجلس. الأولاد هنا موجودين؟ موجودين هنا، وأنا أسبوعية معهم. ما شاء الله. ورسولني دور الأردن. نعم. دور الأردن، دور مدفعي. نعم. والحمد لله جيت من الأوائل يعني، وحاولوا فيه وقال هي دورة في الأردن. هي نعم. جميل. ما ملومين إذا عرضوا عليك جنسية؟ 24 سنة خادم معهم، ما شوية. لهم باو من سنة من كملت 10 سنين ويعطوني جنسية. نعم. ما رضي سنة. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. وجودك هنا وأولادك معك. الحمد لله، احنا في نعمة، في أكبر نعمة. هذا المكان عز الحمد لله. أكبر نعمة. الحمد لله. أكبر نعمة. احنا ايش نريد احنا؟ نعم. الملك لله الواحد القهار، لكن الحمد لله بخير. أعزائي المشاهدين الكرام، هكذا كنا في لقاء جميل مع الوالد سعيد بن سالم بن سيف المعمري بولاية صحم. حدثنا فيه عن بلدانهم، عن بلدان وادي بني عمر جميعا، ذكرها جميعا، وركز على بلد الإسلات، وتحدث أيضا عن يعني الخدمات التي عمت يعني المنطقة في عهد صاحب الجلالة. تحدث عن أسفاره، عن ظروف السفر في ذلك الوقت، عن مشاركته، عن أعماله، عن جوانب عديدة، عن نصيحته للشباب فيما يتعلق باستخدام الهاتف، وكذلك ممارسة الرياضة، وهي من غيرته على وهذا من غيرته على أبنائه وعلى الشباب في هذا العهد الذي تغمرنا فيه الكثير من النعم. قرأ علينا عدد من أبيات الإمام نور الدين السالمي في كتابه جوهر النظام، وأشار إلى وجود عدد من المخطوطات لديه وعدد من الآثار، ونتمنى أن تصل نسخ منها إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتتاح للباحثين للاطلاع عليها. ونأمل كذلك أن تمتد باقي الخدمات وباقي المرافق لربوع البلدان التي أشار إليها، وكذلك إلى ربوع عمان جميعا في هذا العهد الميمون، عهد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أشار إلى تشرفه بالسلام عليه في الجولات السامية. هكذا نختتم اللقاء داعين الله تعالى للوالد سعيد بالحفظ والصحة والسلامة وحفظ الذاكرة الثرية التي استفدنا منها في هذا اللقاء، ونشكر أبنائه الكرام على تيسير هذه المقابلة التي استمعتم إليها، ونرجو أن نضمنها بعض الصور من خلال الزيارات الأخرى التي نقوم بها لولاية صحم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.